ده زيت التموين اللي انا جبته انا، بس بصراحة بقى يعني بحذر الناس لو لقيتوا النوعية دي ما تجيبوهاش، خلي بالكم، لان ده انا ازازة خلصت، انا مش واخدة بالي عادي يعني بستعملها عادي، والازازة خلصت لقيتها من تحت. بص المنظر، انا بصراحة شكيت في نفسي، يعني قلت ايه، يمكن الرخامة، يمكن الضرفة بتاع المطبخ فيها حاجة، قلت يمكن العيب عندي انا. مسكت الازازة غسلتها ونشفتها، لا ما فيهاش حاجة. رحت قاطعة الازازة، بصراحة قطعتها بالسكينة، لقيت فعلا من جوه في حاجات سودة. بس المنظر ده زيت التموين، ده الرواسب دي. فيا جماعة ده سؤال بقى، يعني نسأله لوزير التموين، نسأله لحماية المستهلك، جهاز حماية المستهلك، نسأله لرئاسة مجلس الوزراء، نشوف المسؤولين بس كده مين اللي سمح ده بده، ان ده ينزل التموين والناس تستعمله. يعني هل ده يرضي ربنا؟ فين يعني، انا عايزة مسؤول كده عنده ضمير يبص ويحقق في الموضوع ده المطلوب يعني. يشوف ايه ده، ايه وصلنا، مش كفاية الغلا اللي مجتاح العالم، لا احنا وصلنا كمان للغش بالطريقة ديت. احنا بندفع فلوس، والمفروض الدولة بتدعم التموين ده، المفروض يعني. طيب ادوا للناس الغلابة، ادوهم حاجة عدلة، قولوا مفيش. لكن بالمنظر ده تضروا الناس مش ناقصة امراض ومش ناقصة قرف. ده الزيت، انا بس عايزة اوريهولكوا ده زيت ايه، اسمه شمس الاصيل، ولا اصيل ولا اي حاجة. ده انتاج ايه بقى، مكرر طبيعي، والصلاحية 12 شهر من تاريخ الانتاج يعني، ومكتوب البيانات كلها. انتاج شركة ابو الهول المصرية للزيوت والمنظفات والملح والصودا سابقا، اللي هي الشركة دي يعني المفروض انها شركة معروفة يعني، المفروض ده اذا كان صح يعني. والعلامة بتاعتهم اهي متهيألي يعني واضحة تحت اللوجو بتاعهم. مش عارفة يعني ايه مدى الاهمال دوت يعني، مش عارفة اهو شمس الاصيل، ولا اصيل ولا في شمس ولا في اي حاجة خالص. وبيضروا صحة الناس. انا مش عارفة ايه المدى الاهمال ده. يعني انا بطالب بتحقيق عاجل للشركة دي، او اذا كان ده مغشوش، مين اللي غشه بقى، ولا اهمال من الشركة، ولا تلاعب بصحة الناس بقى. يعني اهو المنظر قدامكم. وانا قلت برضو يعني مرضتش اعدي الموضوع، وقلت لازم يعني اقول للناس برضو ياخدوا بالهم، اللي يجيب حاجة يبص فيها كويس قوي. شوفوا المنظر من تحت عامل ازاي. غالبا ده زيت مستعمل ومحطين له مبيضات ولا حاجة، الله اعلم يعني. طبعا يعني انا مش هستعمل طبعا دول ابدا. اهو نفس الوضع اهو. ربنا يعني يسترها علينا بقى كلنا يعني بجد، ويرحمنا بقى يعني. انا مش عارفة المستوى اللي احنا وصلنا له دوت يعني، بجد يعني. خدوا بالكم يا جماعة، ربنا يسترها.